اشوف الا ما تحمقنيش شي حاجه كاينه في المغرب ولا شي حاجه ماشي تالي داير ستوري هذا الصباح هذا نقول لكم باللي توحشت ندير فرماجه في الخبز وناكلها في القهوه لانه من الطفوله هادشي باش كبرنا وبزاف الناس كلشي نسى القضيه ديال انه كيفاش كنفكر دوك الايامات الطفوله وركز على الفرماجه كيفاش تبارك الله الفرماجه مدوزيه ديال الميريكان والله بزاف وبزاف منهم بقيت يقول لك واش اخبارك سيفين هذاك الفرماج اللي عندك تما راه تصنع في المغرب قلت واش هذا كيحمقوا ولا اش كيهربوا ولا رايكم في فرنسا ولا شي بلاصه اخرى يعني تخربيق لقيت انه فعلا تصنع من المغرب من واحد المدينه سميتها لا زون مغوغا ديال شي بلاصه سميتها مغوغا والعجيب في الامر هو انه فاش كتحل هاد لافاش كيري هذه هي شو الحماق كي داير شو تبارك الله الفرماجه قداش مدوزيه شو قداش جوج فرماجات فرماجه وفي المغرب كتلقى الفرماجه اللي تمايا ضعيفه وبزاف ديال الناس يصيفطوا لي ميساج قالك شنو الفرماجه ديالنا تخيل معايا دابا في دوله واحده كيصنعوا الفرماج الغليظ العامر الامريكان والاوروبا داكشي مدوزي والفريماج الصغير ورو داكشي اللي كيشد كيبيع لكم تمايا. الوغ السؤال اللي كيبقى يضرني في راسي هو علاش مثلا الحاجه كتصنع في المغرب وكتصنع بواحد الكاليتي وبالكميه كثيره وكتباع الاجنبي اللي لقيتيها في المغرب كتلقاها بلا دوز صغيره وزيد عليها حتى من الحوت في قضيه الحوت لانني شحال مره وريتكم القضيه ديال الحوت هنا كاينين شي حوت اللي ما كاينش في المغرب واخا هو كيتصيد في المغرب كيتباع ديريكت لعندنا هنايا وكنبقى نشوف هذا الشيء كامل كيفاش انه كناكلوا الخيرات ديال بلادنا هنايا في دول الناس فاش كنمشيو لبلادنا ما كنلقاوش هذاك الخير تما اللي هو المفترض انه يكون تما واش هذه جايه من عقده ديال النقص الاجنبي اللي كاينه في بزاف فينا حنا في المغاربه ولا كنقدروا ديما الاجنبي واي واحد من فوق اي مغربي.